وبعد مباراة السلة امبارح وفوز الاهلي في والصعود على الزمالك والصعود لنهائي دور المرتبط على حساب الزمالك في كرة السلة، الاهلي وشباب الاهلي يفوز على الزمالك 1-0 في بطولة دوري الجمهورية. واحدة مش كده يا اهلي، ومحدش طالع بيتكلم. الله على شباب الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. لو انت اول مره تشوفني او اول مره تتابعني اعمل لي اشتراك في القناه، تكرم علينا باشتراك ولايك على الفيديو لو الفيديو عجب حضرتك. ومحتوى حلقتنا بيقول يا ساده: فوز النادي الاهلي فوز شباب الاهلي تحت 17 سنه في في بطوله دوري الجمهوريه لكره القدم اللي فاز فيها النادي الاهلي 1-0 وجاب الهدف في الدقيقه 8 في الشوط الثاني محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي. ولكن بعد ده كله مفيش حد بيطلع يتكلم على المباريات اللي زي دي. ولكن لو الزمالك كان فاز كان كله اتكلم عليها. خش بعد كده بيقول لك ايه؟ الاهلي لما فازوا 1-0 يذكر ان دي الهزيمه الاولى لنادي الزمالك في بطوله الجمهوريه في الدوري هذا الموسم. ده على يد مين؟ في الدور الاول، خلي بالك، ده اول هزيمه ليه في الدور الاول على يد النادي الاهلي، والنادي الاهلي متصدر البطوله دون اي هزيمه، وحلق عليه يا نسر الاهلي ودايما في تقدم واعتلاء دايما في السله والطايره والقدم وكله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. وتحويل مرتضى منصور من النيابه العامه الى المحكمه بعد بلاغ الكابتن محمود الخطيب والتشهير بالكابتن محمود الخطيب وعرض لقطات خادشة للحياة أو فاضحة على قناة الزمالك امبارح، وحصل بعد مرتضى منصور ما طلع. ولكن سيبنا من اللقطات دي لأن كتير اللي اتكلم فيها مش هنتكلم عليها كتير ولا هنخش فيها، لأن حاجات ما تنفعش تخش البيت المصري ولا كل راجل محترم يقبلها. هتقول لي بيتعرض في قنوات السينما والكلام دوت او على القنوات اللي بتجيب الافلام. يا سيدي انت براحتك، عاوز تتفرج على فيلم ده حاجه تخصك، لكن التلفزيون او القناه الرياضيه دايما معروفه ان ممكن اطفال وشباب ونساء بتبقى قاعده متابعاها، ولذلك كده ما ينفعش الحاجه ديت تذكر او تخش بيوت المصريين على شاشات او القنوات الرياضيه. وطالع بيشمت في المرض، وفي حد يشمت في المرض؟ اللهم لا شماته. يعني طالع بيدعي على الكابتن محمود الخطيب ويقول لك ده كان مسافر يتفسح ومسافر ما اعرفش ايه ومفيش مرض ولا في، لا، اللهم لا شماته. المرض ما حدش يشمت فيه ولا ان هو هيدعي المرض. يعني يجيب لك الاشاعات ويجيب لك التحاليل ويجيب لك كل حاجه علشان تصدق ان هو كان عيان. الكابتن محمود شفاه الله وعافاه واتم عليه الصحه. ولكن انا مش عارف ايه الفايده من مرتضى منصور بعد ما قال لك قناه الزمالك هيوقفوها او برنامج زملكاوي هيوقفوه وهيطلع يحققوا معاه. لكن ده كله مفيش اساسا حاجه حصلت لحد الان، ولا في صوره اكتملت ولا حاجه حصلت من ده كله خالص. ونتمنى من المسؤولين يراجعوا نفسهم ويبصوا على اللي بيحصل في قناه الزمالك. معلش احنا ما بنكرهش نادي الزمالك، ولكن بنتكلم على الايحاءات اللي بتحصل على قناه نادي الزمالك الشتيمه والسب والقذف وكل حاجه، وده ما ينفعش من واحد اسمه رئيس نادي الزمالك. ولكن في الختام يا ساده نتمنى من كل اللي بيشوفنا دعم اشتراك على القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.